طيب بيكون في دكاتره اسنان لسه متخرجه من الكليه بتاعتها وبتحتاج تشتري كاميرا والعدسه الميكرو والفلاش وما بتعرفش بالظبط تجيب كاميرا ايه تبدا بيها. طبعا بيكون في لازم الكاميرا تكون بتصور بشكل كويس علشان تقدر تصور معاك صور كويسه على عدسه ال 100 مللي الميكرو. اول كاميرا ممكن ارشحها لك من نيكون الكاميرا الدي 5300. الكاميرا دي رهيبه جدا في التصوير بتاعها لانها بتصور ب 24 ميجا بكسل، فيها شاشه متحركه. طبعا الشاشه المتحركه هتفيدك كتير في شغلك لو انت بتصور في اماكن ضيقه او حاجه، وكمان فيها خاصيه الواي فاي تقدر تنقل الصور او الفيديوهات على الموبايل بكل سهوله. ده بالنسبه للكاميرا من كانون. بالنسبه للكاميرا من نيكون يا رب. بالنسبه للكاميرا من كانون فممكن تستخدم كاميرا 700 دي. الكاميرا دي كويسه جدا برضو فيها خاصيه الواي فاي، برضو بتصور ب 24 ميجا بكسل تقريبا، والكاميرا دي برضو كويسه الى حد ما، ولكن النيكون بالنسبه لي هتكون افضل ليك في التصوير بتاعك لان النيكون دايما في التصوير الصور بتكون احسن. طبعا لو هتستخدم عدسه فهتجيب عدسه من نيكون اسمها 100 مللي. العدسه دي عدسه ميكرو، هي غاليه شويه ولكن العدسه دي كويسه جدا لتصوير الميكرو وكويسه جدا لتصوير الاسنان تحديدا لدكاتره الاسنان. كمان بيكون في فلاش من جودكس اسمه ML 150، في منه فيرجن 1 وفي منه فيرجن 2. الفلاش ده كويس جدا برضه تقدر تجيبه وان شاء الله الفلاش ده يشتغل معاك. هو فلاش بطاريات ولكن هو فلاش جميل جدا جدا جدا. بيجي معاه الحاجات بتاعته اللي بتركب على العدسات، الفلاتر بتيجي بجميع المقاسات، بتيجي من اول مقاس 52 لحد مقاس العليا، يعني كل المقاسات هتلاقيها. فلو حبيت ان انت تغير العدسه بتاعتك في وقت من الاوقات وتشتري عدسه ثانيه هتلاقي برضه عندك المقاس اللي يركب على العدسه الثانيه. ودي كده العده اللي ممكن تشتغل بيها وتطلع معاك شغل كويس عشان تعمل دعايه لنفسك بكل سهوله. لحد هنا صلوا على النبي.